هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في صوت المنتدى. معكم آمال علي وزملائي صلاح الزين وجمال عثمان همد في مساء هذا اليوم السبت 29 من نوفمبر، في حلقة صوت المنتدى لهذا المساء، حيث سنقدم لكم مواضيع وفقرات متنوعة، ونبدأها بنشرة الأخبار، وسيكون معنا الزميل جمال عثمان همد من ملبورن حيث سيرافقنا في هذه الساعة. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير المستمع الكريم. أهلا بك جمال. دعنا أولا نذهب إلى الأخبار مع زميل صلاح الزين، ومن ثم نعود لنناقش معك ما أعدته لنا لهذا المساء. صوت المنتدى. نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. سلطات إسياس تمنع اللواء سامويل
من الذهاب للعلاج بأوروبا. 1200 إريتري يطلبون اللجوء في السودان شهرياً. إلى تفاصيل النشرة. رفضت سلطات إسياس طلب اللواء ساموئيل السماح له بالعلاج في أوروبا بعد عودته من رحلة استشفاء من السودان قضاها بمستشفى رويال بالخرطوم. هذا وقد علمت مصادر المنتدى أن اللواء ساموئيل تسلم في 20 من شهر نوفمبر الجاري من مكتب الرئيس رسالة الرفض للسفر إلى إيطاليا دون إبداء أسباب منعه من السفر، حيث طلب منه متابعة علاجه داخل إريتريا. الجدير بالذكر أنه جرت العادة أن يمنح نظام أسمرة كبار الموالين له من المسؤولين تصاريح السفر للعلاج في أوروبا نتيجة لتدني الخدمات الطبية وانعدام الدواء وأبسط وسائل العلاج في البلاد. أورد موقع عدوليس بأن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الخرطوم أعلن يوم أمس عن تلقيه $500,000 يورو مساهمة من الحكومة الإيطالية، وذلك لدعم أنشطته في توفير الحماية ومساعدة اللاجئين في شرق السودان، مشيرا إلى أن المساهمة سوف تساعده في تسهيل جزء من استراتيجيته للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر وتقديم خدمات الصحة والتعليم. كما أعلن أن متوسط معدل طالبي اللجوء للسودان بلغ 1200 طلبا شهريا. من جهته كشف السفير الإيطالي في الخرطوم أرماندو باروكو عن أن لقاء روما والذي بدأ عقد جلساته يوم أمس 28 من نوفمبر سيشهد إطلاق عملية الخرطوم بالتعاون مع دول المنشأ والعبور والمقصد على طول مسار الهجرة بين دول القرن الأفريقي وأوروبا. وأضاف باروكو أن عملية بحرنا كانت قد أنقذت أكثر من 100,000 مهاجر من البحر الأبيض المتوسط. نهاية النشر.
صوت المنتدى.
فلنمسك على مشروع الوطن والمواطن بالنواجذ. مهما كانت العواصف هوجاء ومهما كانت الأوضاع قاسية، لا ينبغي أن نفقد حكمة الانقياد بالطريقة السليمة في التفكير، إذ تشير البحوث في هذا الصدد أن أساس التفكير السليم يعتمد على ضرورة الحكم على الأشياء بناء على افتراضات سليمة، مع الانتباه لعدم الاكتفاء بالانطباعات والقفز منها إلى النتائج والأحكام، كما أنه يستدعي الاهتمام بالمعلومات التي لا تتلائم مع رغباتنا، ومراعاة عدم تحوير المعلومة بما يتناسب مع مصالحنا الشخصية، والابتعاد عن الشحن العاطفي والمبالغة، والاستفادة من آراء الآخرين ومعرفة الحق لمعرفة أصحابه لا العكس، والحذر من التضليل والخداع، ثم قياس سلامة الأفكار بالنتائج. أخطر ما في الطريقة غير السليمة في التفكير أنها تصدر أحكاما جزافا وعلى خلفية تعصب وانفعال وتحت تأثير تعميم معلومة غير موثقة، والتي أشاعتها جهات ذات مصلحة بأدوات تنفذ بتأثيرها للعقل الباطني والتأثير اللاواعي. والذاكرة الإريترية متخمة ولا شك بالكثير من الحقائق الدامقة، ولكنها في ذات الوقت تختزن في أعماقها شائعات لا تستند إلى حقائق. وبنظرة سريعة للواقع الإريتري نجد بعض الشائعات أطلقت بتضخيم أحداث فردية حقيقية لها حيثياتها، لتسعى من خلال ذلك لشيطنة تنظيم معين واستقطاب قطاعات شعبية بعينها. فالمناضل الإريتري بجبهة التحرير الإريترية قدم التضحيات الغوالي لحماية المشروع الوطني الشامل لكل مكونات الشعب الإريتري. هذا هو الجوهر وهذا هو الأصل، ولا يخلو الأمر من خطيئة من قبل بعض الجهات المتنفذة. وذات الأمر ينطبق على المناضل بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. ولكن نجد وبكل أسف يخلط البعض الحابل بالنابل ليطلق العنان لإحكام تعميمية جائرة هنا وهناك. السياسي عليه أن يراقب ويتابع بشكل لصيق المتغيرات والمحددات في تموضع دفاعات العدو، ويتكيف في وضع هجومي مناسب والمتغيرات. أي تكلس في المتابعة يتحول مباشرة لصالح مناورات العدو، وليس بخاف على كل متابع مقدار كفاءة المناورة التي تتمتع بها العصابة الحاكمة في بلادنا، مع أن طول مدتها عرتها أخيرا بما يكفي. الناس ليسوا في عداء مع أهداف الجبهة الشعبية، والتي هي ذاتها أهداف جبهة التحرير الإريترية من حيث الجوهر المعلن. هذه الأهداف التي ضحى من أجلها أبناء الشعب الإريتري بعشرات الآلاف. الناس في عداء مع تجسيد العصابة لأهداف غير الأهداف المعلنة للشعبية باسم الشعبية، والعصابة بدهائها وبعض المعارضة بتحجرها أوقعانا في هذا الخلط الذي استفادت منه العصابة، حيث وضعت بعض المعارضة في خانة المعادل المخزون الوجداني العاطفي لقطاع واسع ومؤثر من الشعب الإريتري. ولترسيخ ذلك بذلت جهود كبيرة من قبل النظام ولا تزال تبذل. إن من يصف الوضع السياسي الراهن في إريتريا بنظام الجبهة الشعبية يسدي خدمة إعلامية وتعبوية جليلة لنظام العصابة الحاكمة في إريتريا، أكثر مما تقدمه أجهزة النظام التي تسعى جاهدة وبكل الوسائل لتثبيت هذا الفهم في نفوس الناس، خاصة في هذه المرحلة. فالعالم ذو النجمة الصفراء غدا يتصدر الواجهة. السلطة التي لا تجد تأييد الشباب مصيرها لا يختلف عليه عاقلان. هذا ما تجابهه السلطات الحاكمة في إريتريا جراء سياساتها اللامسؤولة تجاه الشباب الإريتري. فساحة الحراك الديمقراطي الإريتري تشهد تنامي دور الشباب من وقت لآخر، ومع هذا ضرورة تجديد الدعوة للشباب لمزايدة فعله النضالي لتخليص نفسه وشعبه من هذا الوضع اللا إنساني الذي يطبق عليه. فالشباب هو القادر على العطاء وهو المؤهل لصناعة التغيير، لهذا عليه تحمل مسؤوليته الآن وليس غدا، وتأطير نضالاته
أينما وجد دون تأجيل واتكالية ليبني حاضره ومستقبله بجهده وتضحياته. هذه المرحلة التاريخية من نضال شعبنا للانعتاق من الحكم الاستبدادي الفردي لسنا بصدد أن نبرر موقف التخاذل للبعض تحت ذريعة أنه كان مناضلا مشهورا في مرحلة التحرير من الاحتلال الأجنبي، فكل من أطلق عليه ذات يوم سمة البطولة لا يعني أنه يظل بطلا بشكل دائم، وكأن الأمر مسألة جينية. الأمر ليس كذلك، المسألة قابلة للقياس وفقا للموقف من أهداف الشعب والتضحية في سبيلها، فليس من الضروري كل من كان مناضلا تمكن من المحافظة على ذات سيرته في هذه المرحلة، وإن كنا نمني النفس أن نجده في هكذا موقف ليجنبنا عن التحول العاطفي حياله. إن معيار تقييمنا للأفراد يجب أن يرتقي بحزم واستحقاقات المرحلة النضالية الحالية، فاصطفاف البعض مع نظام الطاغية حتى اللحظة وعدم إعارتهم أي اهتمام لمعاناة شعبهم التي شهد عليها القاصي والداني لا ينبغي أن تغفرها وتشفع لها نضالاتهم في مرحلة الاحتلال الأجنبي. فعندما ينتقد ويتأسف مواطن إريتري مقاوم للديكتاتورية مواقف بعض الأفراد الداعمين لحكم الفرد في بلادنا، ينبري عليه البعض منفعلا تحت تأثير برمجة العواطف القديمة ليرد بفجاجة لا تتطاول، فهذا ناضل كل حياته لتحرير إريتريا، دون أن يجتهد هذا المنفعل لفحص انفعاله هذا بسؤال بسيط مفاده: أين حرية المواطن التي ناضل لها هذا المناضل؟ فصاحبنا المنفعل يقوم بعملية إسقاط لعاطفة تاريخية في غير موضعها. ليس من الحكمة أن نطلق حكما مطلقا ودائما حيال السلوك البشري. لهذا في البدء نقول كل الاحترام لكل من ناضل لتحرير الأرض الإريترية. أما اليوم فنحن أمام اصطفافات جديدة، اصطفاف لصالح مشروع المواطن والوطن يقابله اصطفاف آخر لصالح حكم الفرد وسيادة الحكم الديكتاتوري. هنا موقف الفرد من النضال الجديد الذي يخوضه شعبنا لامتلاك السيادة الشعبية وليس أي عامل آخر مهما ارتفعت قيمته. فكلما كان تفكيرنا واضحا سنصبح قادرين على اتخاذ أفضل القرارات والتعامل مع مشاكلنا، وأيضا تكون لنا القدرة على وضع الأمور في منظورها السليم. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. في أتون الحرب تخطو في اعتزاز وشموخ ووسامة، إنما أنت ابنة الصخرة صمودا ووفاء وكرامة، فلعينيك تحدين الأعادي، فلعينيك تحدين الأعادي، وصنعنا كل أهوال القيامة. يا فتاة يا فتاة يا فتاة يا فتاة في أتون الحرب تخطو.
صوت المنتدى. عودة مجددة لك جمال، وأهلا بك جمال. اليوم سنتحدث معك في موضوع مهم ويعني آني، وهو موضوع العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء، والذي صادف 25 من نوفمبر الجاري. فلنبدأ معا جمال. أمال، تحية لك وتحية للمناضلات والأمهات، الأخوات والصديقات، الزميلات، الطالبات في بلدي وفي خارج بلدي، في المنافي والمعسكرات ومناطق اللجوء والشتات. سنتحدث اليوم أمال عن الاعتداء ضد المرأة، ونبدأ بالتعريف العام اللي عرفته الأمم المتحدة للاعتداء، وهو الذي يتسبب بشكل مبسط طبعا بإيذاء المرأة جسديا ونفسيا، ويشمل أيضا التهديد بالاعتداء والضغط عليها وحرمانها التعسفي من الحريات، سواء كان ده في الإطار العام أو الإطار الخاص. يمكن التعريف البسيط اللي اتفقت عليه الأمم المتحدة لهذا اليوم، أو تعريف هذا اليوم، وهو اليوم العالمي للوقوف ضد هذا النوع من التعذيب وهذا النوع من الإيذاء الجسدي والنفسي ضد المرأة. نعم، يعني جمال، ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة قديمة وعانت منها المرأة في شتى أنحاء العالم، رغم أن هذه الظاهرة قد تم محاربتها بشكل علني ومنهجي في العالم الغربي. يعني في الغرب هي أقل بكثير من العالم العربي وإفريقيا. ونحن اليوم سنلقي الضوء أكثر معك على ظاهرة العنف ضد النساء، وخاصة في إريتريا، المرأة الإريترية، وما تتعرض له من عنف مباشر وغير مباشر من الأسرة أو من الدولة. ماذا تقول في هذا يا جمال؟ نعم، أولا يعني دعيني أتحدث قليلا عن المرأة في إريتريا. هذه الأخت والأم يعني شاركت في النضال الإريتري منذ تأسيس جبهة التحرير الإريترية، وقبلها في حركة تحرير إريتريا، واشتركت في كل فصائل العمل الوطني الإريترية، في الجبهة الشعبية وقوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير الإريترية. وهي يوم من الأيام ما كانت بعيدة عن المرأة وعن النضال، فهي المقاتلة، وهي حاملة الأسرار الثورية، وهي المطببة والطبيبة. مع ذلك يعني ما انتهى إليه الأمر الآن بعد 20 سنة يعني نتيجة معاكسة لهذه النضالات. المرأة الإريترية التي تحدثت بعد أدبيات الثورة الإريترية عن أنه وصلت ل 35% من الجيش الشعبي مثلا، وتحدثوا عن 25% من مشاركة المرأة في المجالس القروية والشعبية التي أقيمت في فترة ما قبل التحرير. هذه الأرقام وهذه النهاية اليوم التي نشاهدها تختلف اختلافا كليا وكبيرا، وهي يعني مأساة حقيقية للمرأة، ليس في إريتريا فحسب، بل ستكون مأساة حقيقية للعالم، سيقف مندهشا أمام هذا الإيذاء الكبير لمرأة، ومش أي مرأة، يعني مرأة مناضلة طوال 30 عاما يعني. نعم. نعم. جمال، أيضا يعني مظاهر العنف ضد النساء في إريتريا متنوعة. هناك العنف الذي يعني هو العنف التقليدي الذي تعاني منه المرأة والفتاة الإريترية من قبل الأسرة نتيجة للعادات والتقاليد المتخلفة التي تقمع المرأة ويعني وتضعها في مكان أقل يعني من الرجل عموما. ولكن هناك أيضا العنف والقهر الذي تعاني منه الفتاة الإريترية، المرأة الإريترية الشابة
الخطورة، وخاصة إذا ما اقتربنا من ظاهرة العنف ضد النساء ضمن الشكل الحكومي وضمن ما يسمى بمعسكرات التدريب والخدمة الوطنية. هل لنا أن نلقي مزيد من الضوء على أشكال ومظاهر العنف ضد النساء في إريتريا؟ شوفي يعني نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي تظهر عادات وتقاليد يمكن التعامل معها ويمكن التصدي لها بشكل علمي ومنهجي من خلال رفع نسب التعليم ومن خلال التوعية اليومية ومن خلال التطور العام للمجتمع. مثل هذه الأشياء يمكن التعامل معها والقضاء عليها، لكن عندما يكون العنف بشكل ممنهج وبشكل بشكل معلن وكأنه سياسة حزب منصوص عليها، هذه تبقى مشكلة. من 20 سنة ولي إذا لاحظنا مثلا في التعليم نسبة تسرب البنات من المدارس، بالذات من المدارس الإعدادية وانت طالع فوق، بقت أكبر وتتزايد كل ما مشيتي في الأقاليم الأكثر نموا. 1. 2. العنف الذي مورس تجاه المرأة في معسكر ساوى سيء الصيت، هذا لا يمكن أن يتخيله العقل. إنه الجنرالات وكبار الضباط يمارسون ممارسات لا أنا لا أستطيع أن أقول ما هي شكلها، لأنه على الأقل تخدش الحياة العام. هذا الأمر دفع بفتيات صغيرات إلى أنه يتزوجن من زملائهم أقل من 16-17 سنة في محاولة للتصدي لاستمرار وجودها في المعسكر. وهذا أنه وجود حمل في هذا السن المبكر، 16-17 سنة معناه هذه المرأة الصغيرة معرضة ل 35 إلى 40% للوفاة أثناء الولادة. ده في المعسكرات. أما خارج المعسكرات في الأقاليم الأقل نموا، هذه المرأة الفتيات يلجأن أيضا للزواج، أو الأهالي يلجأوا لأنه يزوجوا البنت وهي في هذا السن، أيضا يتم الحمل، ثم بعد ذلك محاولات نقل المرأة من القرية إلى أقرب مستشفى لتستغرق ساعات، مما يعني ازدياد كبير في عدد الوفيات في الحوامل. تكلمنا عن التعليم، تكلمنا عن الصحة. طيب هذا إنه في شيء ممنهج قاعد يتم مش إيقاع الأذى بالمرأة، بل القضاء عليها كجنس حتى في داخل إريتريا، لأنه زيادة نسبة الوفيات عند الحوامل بالضرورة إنه إحداث شرخ كبير في المجتمع، والقضاء على نسبة كبيرة من جيل الفتيات من السن كده لسن كده. هذه المسائل لما الآن تراجع الأرقام والإحصائيات تسابين بالدهشة، كأنه في شيء ممنهج قاعد يتم من هذه الحكومة تجاه المرأة بشكل عام. نفس هذه الحكومة تحدثت وتتحدث عن أن هي وقعت في مواثيق دولية، ولكن لم تنفذ هذه المواثيق الدولية على الأرض. واحد من أهم المواثيق اللي وقعت عليها الحكومة الإريترية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن صلب هذا الإعلان الدفاع عن المرأة والطفل. المرأة والطفل أكثر اثنين يصابوا في فترات الحروب والقتال والاضطرابات الاجتماعية أو الاضطرابات الاقتصادية أو حالات الاضطرابات الطبيعية. هذا إنه نحن مش النضال الآن في تغيير النظام فقط، بل الانتباه لهذه الأعداد الكبيرة من النساء الصغيرات اللي أفرزتها هذه التجربة يمكن إطلاق العجيبة عليها ما. نعم.
نعم جمال، يعني بالفعل كما ذكرت أن هذا العنف الذي يمارس ضد المرأة في إريتريا يبدو كأنه عنف ممنهج، ويعني يضر بنصف المجتمع بطاقة مجتمعية مهمة في عملية بناء الوطن. ولا ننسى أيضا، وبصراحة دعنا نشير إليها، يعني ظاهرة العنف الجنسي ضد الشابات الإريتريات في معسكرات تعليم في ساوا وفي غيرها، وحتى في المدن، حتى أنه أصبح يعني كظاهرة مقبول، يعني للأسف يعني أصبح نوع من ثقافة يعني يسكت عنها المجتمع بشكل كبير. ويعني للأسف يعني هي ظاهرة يعني بالإضافة إلى أنها مخلة اجتماعيا، هي أيضا يعني تكسر يعني أهم طاقة اجتماعية كما قلت لك جمال، بالإضافة إلى الاضطهاد النفسي الذي يمارس على المرأة في مجالات العمل كما كنا نراه في إريتريا، ورغم وجود ما يسمى بالاتحاد النسائي وغيره، لكن لا ترى على أرض الواقع ما يحمي المرأة ويحمي حقوقها من كل أنواع الاضطهاد والعنف الذي يمارس عليها بشكل مباشر. دعنا ننتقل إلى يعني عنف يمارس على المرأة الإريترية اليوم، وهي في أقصى ظروف يعني تتعرض لها من خلال الهجرة القسرية الثانية. جمال. نعم. أمال، الجبهة الشعبية هي واحدة من التنظيمات السياسية في العالم اللي قدرت تستغل طاقات المرأة الكبيرة واستنزفت هذه الطاقة، ثم رمت بالمرأة إلى من خارج العمل العام وخارج العمل السياسي والحزبي. وده يتضح تماما من الإشارة اللي أنت قلتها لما يسمى باتحاد المرأة، أو اللي هو ذراع من أذرع الحزب. هذا يعني الاتحاد بدلا من الدفاع عن المرأة وحقوقها وإلى آخره، وبيجمع شغله الأساسي جمع الفلوس والتعبئة وتعبئة المرأة لصالح سياسة الحزب الميتة. العنف زي ما قلنا هو يشمل كل المجتمع، ولكن عندما يقع على أضعف يعني قطاعاته اللي هي المرأة والطفل بيكون أكثر عنفا ويعني أكثر مأساوية. إذا تركنا الحدود ودخلنا لدول الجوار، نلقى انه ما يمارس تجاه المرأة الإريترية وتجاه الفتاة الإريترية من بدءا من الحدود لغاية ما تخش الخرطوم عنف غير مبرر ومبالغ فيه، من حالات اغتصاب لحالات تعذيب لحالات انه اي مرأة إريترية ماشية في الشارع في السودان هي مشروع لمومس. هذه العمليات تتم يعني يقوم بها تقوم بها الشرطة والأمن العام في السودان، وانتهاء بالرشايدة في الخرطوم يعني بشكل يومي وكبير. في شارع 37 الديم اللي هو مقابل العمارات، شارع 37 العمارات مقابل الديم اللي هي يعني مركز شرطة النظام العام. في هذا المركز تتم بشكل يومي اغتصاب أعداد كبيرة من هؤلاء الفتيات الصغيرات، العاملات أو الخادمات في المنازل، أو من يعني يمتهن مهنة بيع الشاي. البنات دي لما يلجؤوا للسفارة الإريترية وكأنها لا تسمع. نعم. البنات ديل ما يقدروا يلجؤوا لأي مكان آخر غير UNHCR، والUNHCR لا تتدخل في مثل هذه الأشياء، لأنه جزء كبير منهم هم ما ضمن الحماية، ما ضمن مكتب الحماية. كأن السفارة الإريترية الموجودة في الخرطوم ما عندها علاقة بهؤلاء الفتيات. يعني المأساة اللي قاعد ترتكب في مثل هذه مخافر الشرطة في الخرطوم تتم علنا ولا بواكي لبنات إريتريا الحرائر دفعت بهم ظروفهم لهذا الوضع. لا نلوم المعارضة، لأنه المعارضة ما عندها قدرة لمواجهة مثل هذه الحالات. لا هي معترف بها في السودان بتتحرك ولا أي حاجة. الناس اللي بيقوموا بالأشياء دي هم بعض المحامين السودانيين الديمقراطيين الذين يدافعون دون مقابل عن النساء في إريتريا وعن الرجال في إريتريا بشكل عام. أما دون ذلك فهم عرضة لمواجهة مثل هذه الأشياء. إذا أضفت إلى ذلك كله الهجرة اللي قاعد تتم عن طريق الصحراء أو عن طريق البحار،
عدد كبير من المهاجرين ديل او اللاجئين ديل هم من البنات والنساء الصغيرات زي ما قلنا باطفالهم. يعني لا استطيع وصف هذه الحاله. يعني مرأة عمرها 18-19 سنه بطفل او طفلين في هذا الوضع المأساوي في الصحراء او في البحار، يعني حاله مأساويه جدا تستدعي من منظمات المجتمع المدني بدل ما تكابس القوى السياسيه في احتلال مقعد في المجلس الفلاني ولا الاتحاد الفلاني، عليها أن تلتفت لهذه الحالات، وعليها أن تحشد منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق المرأة والطفل من أجل الدفاع على الأقل ويعني عن المرأة، وتقديم ما يمكن تقديمه في سبيل حماية هذه المرأة سواء كان داخل السودان أو خارج السودان. أيضا نحتاج لتسليط الضوء على ما سميتيه أنت بمعسكرات التعليم. هي ليست معسكرات التعليم، بل هو جيته لممارسة عنف الرجل وعنف الدولة ضد المرأة وضد الشاب الأريتري أمال. يعني في هذه المناسبة نحن نتوجه يعني من عبر هذه الإذاعة وعبر كل المنابر، علينا على الأقل أن ننشط منظمات المجتمع المدني العالمية للتضامن مع المرأة. يعني كلنا أصبحنا نشتغل عمل سياسي ونسينا مثل هذه الأعمال اللي هي يعني يمكن أن تلفت إلى مأساة المرأة وإلى مأساة الشعب الأريتري بشكل عام. أنظار العالم من خلال تقديم الصورة الحقيقية بالأرقام والإحصائيات لما تعانيه المرأة الأريترية. أمال هنا أتذكر أنه أول معتقلة في إريتريا هي السيدة روت سيمون مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية الوكيداك، وذي كانت أول معتقلة وأول صحفية. نتذكر أيضا عشرات النساء يعني المناضلات في الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الأريترية لا يعيشن الآن في المعتقلات والسجون. بعض هؤلاء النسوة هم يكادوا يكونوا يمكن نقول أنه فقدنا عقولهن، يعني نتيجة للممارسة الكبيرة والعنف داخل هذه المعتقلات والسجون. أيضا نتذكر زميلاتنا الصحفيات منهن الآن داخل المعتقلات أو اللائي يعني استطعنا الخروج، ولكن خروج من المعتقل كان أيضا خروج من مهنة الصحافة، وده شيء مؤسف جدا. أمال. نعم بالتأكيد جمال، وأنا أيضا أثني على يعني ما قلت في عكس مأساة المرأة الإريترية اللاجئة خصوصا في السودان، يعني وخصوصا جدا في السودان. وهذا موضوع كنا يعني نتناوله أيضا على صفحتنا الاجتماعية، لأن هناك انتهاكات صارخة بحق النساء الإريتريات في السودان ومن قبل سلطات الأمن السوداني. ونناشد هنا من خلال إذاعة صوت المنتدى أن يعمل الجميع على كشف هذه الانتهاكات وهذه الممارسات. وهناك ناشطون سودانيون يعني يرحبون ويريدون أن يعملوا في كشف هذه الظواهر. يعني أتمنى أن تكون هذه الظواهر محاربة بشكل علني وبشكل جاد من قبل كل المهتمين في السودان خاصة. وأيضا جمال لا ننسى يعني أيضا المرأة اللاجئة الموجودة في إثيوبيا وفي جيبوتي وفي كل أماكن اللجوء عموما، يعني وما تتعرض له من عنف ومن إساءات. نناشد الجميع أن يعمل على كشف هذه الممارسات وهذه الانتهاكات. ونتمنى أيضا أن ينتهي هذا العنف الذي يمارس على الإنسان الإريتري عموما من قبل الدولة الإريترية التي لا تحمي مواطنيها وتعرضهم لأسوأ أنواع العذابات والعنف بشكل عام. أشكر لك حضورك معي دائما في صوت المنتدى جمال عثمان هماد من ميلبورن. تحية لك أمال، وتحية للمستمع الكريم، وتحية للمرأة الإريترية في كل مكان، وقطعا الظلم سيزول إن شاء الله. تحية لكم. تحياتي، شكرا. منى والجندس بحري منى جزانا هاي بلا سدرانا منى والقمقم بحري منى جزانا هاي بلا سدرانا تبهاجي في كتل المعنى أفريقاويت مشيوتكم منى
لملم شخات تحصي برقاعنا ورك حزبا كي يحبابا وترب صبابا ديلي خير أخبا رورو مثلا آتي وقانا ميشوات عينا حابل أخوينا هاي لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتي الطيبة للحضور وشكري الكبير لرابطة الشروق التي تقيم مثل هذه الملتقيات الثقافية التي نحن بأمس الحاجة لها كشعب إريتري في الغربة. سألقي عليكم قصيدتي عنوانها قصيدة البيت العتيق. في الحقيقة هذه القصيدة لا تتغنى في بيت المقدس بيت الله، إنما هي أصلاً قصيدة تتحدث عن مساحة الغربة التي نعيش فيها. مساحة الغربة هي مساحة هشة، فهذه المساحة التي نعيش فيها تجعلنا أحياناً نختار مساحة غربة أخرى، غربتان. الغربة الأولى قد لا تكون اختيارية، شبه اختيارية اضطرارية، والغربة الثانية تكون اختيارية لعل وعسى تكون أقل هشاشة من الغربة الأولى، ولكنها في النهاية لن تكون عن الوطن بديلا. لذلك فكرت في غربتي الثانية بكوننا نحن البشر، الإنسان كائن ترابي، لذلك يألف المكان الذي عاش فيه حتى وإن كانت غربة. يعني هذا المكان حتى لو كان هو غربة إنما هو يعشق المكان. فتمنيت عندما أختار غربة أخرى أن أشتاق للبيت العتيق، ليس لمجرد غربة لن تكون بديلا عن وطني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنت للبيت العتيق موليا، ما كنت للبيت العتيق موليا، ليعيدني نحو الديار وفائيا. يا ويل قلبي حين لاح فراقكم، والشوق فرض يستفز دموعيا. كيف الذين تركتهم في دارنا يتواصلون معي وصال دمائيا. لا الهجر عانقني ولا عانقته، تصغي الطيور لقاءهم بلقائيا. لا الهجر عانقني ولا عانقته، تصغي الطيور لقاءهم بلقائيا. من ذا الذي ربط الوشائج بيننا حتى أواصرهم تفوق ولائيا. يسري بأعماق الحنين عبيرهم، ويدك أطراف الأديم غنائيا. وكذا أوثق للحقيقة حقها، وأضيفها للمشرغين موافية. والناس كل الناس تعرفني بها، وبها عرفت مولعا متماهيا. مهما تناءت رحلتي وتباعدت، يفضي الرحيل إلى اعتناق إيابيا. لن أدعي يوما صناعة فكرة إن تحتوي ما ليس لي أو ما لي. لا أشتهي صيد العقائد جملة أو بالفرادى سقتها متباهية. وكأنني ما عدت أفهم من غدا أو ما يجيء ليحتفي بزمانيا. لمت الغفار وفي يدي جداول، كي لا أفتش في الفراغ فراغيا. رمت المحبة لا خيار لمن أتى صوب الحياة مجاهدا أو هاويا. لو ما اكتفيت بما تبوأ بيننا
سيكون رصدي للنجوم هوائيا. رقص النسيم مخالفا لهبوبه حتى يناوله الربيع دوائيا. ما كنت أخشاها الصراحة، إنما فضل السكوت هنا بدا متفانيا. قل ما تريد، لربما سترى الذي أخفى الغيابة وإن تسامر ناديا. أحمي مدادي من فخاخ وشاية تبدو بلمح العين موجا طافيا. جاءت بشائره كغيث حالم يأتي لينتزع السقام مداويا. ما كنت كاتب صدفة عبرت به صدف الزمان إلى المعابر ساهية، أو قصر رمل شيدت أركانه دون العماد على المهالك لاهية. تكبو الحياة على يساري بينما وعلى يميني يستقيم كتابيا. وبقيت أحفظ للمعاد مكانتي والعود أحمد للوداع مساوية. تحية دنكاليا لكم. منى والدندس بحري منى جزانا فلال سدرانا توريسو أبي مدري بيت منى تزمي تاجر ما سلمتا تبليلو زحالة في تاريخ زانتا كرس مريتا عنقالي دكا دول سرتا شط مقنتها عنقوني بحري عيت الدهللي صنعات كبري سلام كتنبري هاي لا 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 منى والدندس بحري منى جزانا فلال سدرانا تبهجت كتل مع منى أفريقاوي. صوت المنتدى. نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. سلطات إسياس تمنع اللواء ساموئيل من الذهاب للعلاج بأوروبا. 1200 إريتري يطلبون اللجوء في السودان شهريا. إلى تفاصيل النشرة. رفضت سلطات إسياس طلب اللواء ساموئيل السماح له بالعلاج في أوروبا بعد عودته من رحلة استشفاء من السودان قضاها بمستشفى رويال بالخرطوم. هذا وقد علمت مصادر المنتدى أن اللواء ساموئيل تسلم في 20 من شهر نوفمبر الجاري من مكتب الرئيس رسالة الرفض للسفر إلى إيطاليا دون إبداء أسباب منعه من السفر، حيث طلب منه متابعة علاجه داخل إريتريا. الجدير بالذكر أنه جرت العادة أن يمنح نظام أسمرة كبار الموالين له من المسؤولين تصاريح السفر للعلاج في أوروبا نتيجة لتدني الخدمات الطبية وانعدام الدواء وأبسط وسائل العلاج في البلاد. أورد موقع عدوليس بأن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الخرطوم أعلن يوم أمس عن تلقيه $500,000 مساهمة من الحكومة الإيطالية، وذلك لدعم أنشطته في توفير الحماية ومساعدة اللاجئين في شرق السودان، مشيرا إلى أن المساهمة سوف تساعده في تسهيل جزء من استراتيجيته للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر وتقديم خدمات الصحة والتعليم. كما أعلن أن متوسط معدل طالبي اللجوء للسودان بلغ 1200 طلبا شهريا. من جهته كشف السفير الإيطالي في الخرطوم أرماندو باروكو عن أن لقاء روما والذي بدأ
عقد جلساته يوم أمس 28 من نوفمبر سيشهد إطلاق عملية الخرطوم بالتعاون مع دول المنشأ والعبور والمقصد على طول مسار الهجرة بين دول القرن الأفريقي وأوروبا. وأضاف باروكو أن عملية بحرنا كانت قد أنقذت أكثر من 100,000 مهاجر من البحر الأبيض المتوسط. صوت المنتدى. في ختام هذه الساعة أعزائي المستمعين أشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم يوم الأربعاء القادم. لكم مني ومن فريق المنتدى تحية طيبة وتصبحون على خير.